الفيديو النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاحداث المنتظره اليوم الخميس القادم. بس قبل ما اتكلم انزل دلوقتي اعمل لي لايك وشير يعني كده ايه واخد بالك. نعلى بقى شويه كده، وعايزين ان شاء الله خلال الشهر ده او اللي بعده، يعني لحد شهر 9 قدامي شهرين عشان نوصل 100 مشترك. بس طموح برضك لازم تبداها من الصفر، واخد بالك. طبعا لو جيت ركزت النهارده على احداث يوم الاثنين، احداث طبيعيه عادي، باكج شو تايم لليونج ستار. ركزت في الكلمه دي، ركز وحط 100 دايره حوالين الكلمه يونج ستار فول 1. فول 1 دي تحط تحتها 100 خط، خلي بالك. ليه بقى؟ لان انا جاي النهارده اكلمك عن اول الباكيجات التي تم تسريبها عن طريق يوسف حماده طبعا. واخد بالك، اول الباكيجات اللي تم تسريبها بسبب الباكيج ده. طبعا انا نزلت النهارده فيديو شورتس كده قصير بقول لك فيه عن استنى الفيديو الكبير ده، فيه باكيجات حوالين الفانز شوايس واليونج ستار، وفي علاقات كبيره كده فهمتها لك، ولكن انت يعني ما فهمتش اي حاجه. انا جاي النهارده افهمك كل حاجه. اول حاجه يا جماعه، احتمال كبير جدا نلاقي اللعيبه من اللي قدامكم دول يوم الخميس القادم في باكيجات، ولكن باكيجات يونج ستار فانز شويس زي الباكيجات اللي قدامكم دي بالظبط. طبعا الباكيجات اللي قدامكم دي نزلت معانا السنه اللي فاتت في نفس الوقت الحالي بعد انتهاء الدوريات الخمس الكبرى. نزل عندنا في الباكيج زي ما انتم شايفين بدري وجمال موسيالا، وكمان نزل معانا رافائيل لياو والفونسو ديفيس وكم لاعب قوي تاني، ولكن انا فتحت عليه طلع لي اسمه ده مارتينيلي. ماشي. يعني كانت باكيجات قويه جدا، وكل الناس فتحت على ما اظن عشان ياخدوا ال 11 لاعب كاملين ما عدا كايسيدو، واخد بالك. يعني كايسيدو حاليا اسطوري مع تشيلسي، ولكن يعني الناس اللي كانت عايزه ال 10 لعيبه باستثناء كايسيدو، لكن كايسيدو حلو. ولكن السنه دي بقى هينزل معانا هم اللاعبين، لا ده هتنزل لعيبه تانية بكروت تانية ولكن بنفس الاسم. لو طلعنا بره كده على باكج الشو تايم هنلاقي فول 1. طيب امتى ينزل فول 2؟ فول 2 اللي هينزل معانا يوم الخميس، ويقصد او يقصد هنا ان هينزل لك الباكج ال 11 لاعب. احنا حصلت معانا السنه اللي فاتت. اولا نزل عندنا باكج الدوري الفرنسي اللي كان فيه ميسي، الدوري الاسباني والدوري الانجليزي اللي كان فيهم فان دايك، والاسباني مش فاكر كان في مين، بس اللي فاكره كان في كافاني، يعني اللي فاكره بقى. وبعديهم على طول بقى نزل باكج الفانز شويس اللي انا وريته لكم من شويه، او اللي ظاهر معاكم دلوقتي. ولكن بقى احنا جينا في نفس الموعد بتاع حاليا، هو الموعد الاصعب واللي انت هتستناه. انا عارفك هتستناه، انت مستني الباكج ده. انت لو محوش زي كده 1000 1100 1200 1000 ونص، انت هتستخسر تجيب بيهم حزمه او تجيب بيهم باكج اللي انت تدفعهم حرفيا عشان 11 لاعب اساطير يا 11 لاعب اسطوريين كلهم اللي هينزلوا. طبعا انا هوريك بعض الكروت كده من تصميمي زي ما انتم شايفين، ممكن يكون على راس الباكج هما بيبقوا 11 لاعب منهم حارس وكده التشكيله، يعني واخد بالك. على راس الباكج اكيد فينيسيوس جونيور ممكن ينزل، وكمان اكيد 100% هنلاقي كول بالمر، وهنلاقي نيكو ويليامز، هنلاقي زير إيميري، وهنلاقي تيل، وهنلاقي جارناتش، وهنلاقي اردا جولر، وممكن نلاقي الواد ديو او بروبي، واكيد يلدس ده لاعب عالمي. لو طلعك النهارده من باكج نجوم الاسبوع وجربته قول لي ايه رايك فيه. الولد دريبل عنده وتايت بوزيشن عاليين جدا في الماكس، وكمان الفينيشنج، وكمان السبيد تقريبا اسطوري عنده بعد في ليفل ماكس، يعني لاعب ممتاز، فممكن ينزلوا معانا. كمان انا هوريك بعض الكروت اللي قدامك دول زي اللونين، هو ممكن يكون حارس الباكج، وممكن نلاقي هالاند عادي، ممكن تلاقي هالاند مستغربش، وممكن كمان نلاقي بيلينجهام عادي جدا، وارد جدا نلاقي لعيبه زي ابراهيم دياز بقى كده، لعيبه الصغيره الشباب، خد بالك. فانا عايزك اي شاب انت بتحبه، اي لاعب شاب انت بتحبه توقع ينزل له كارت، وحاول انك تحوش كوينز. تبع كلامي، وتقريبا هتنزل بنفس
طريقة الباكجات دي اللي هي الطريقة الجولد زي ما انت شايف كده، تحس من وراه ذهبي كله. فعايزك تنزل الباكج ده، وارجوك يعني نصيحة اخوية حوش للباكج ده. انا ما كنتش اعرف انه هينزل، قصدي انا كنت اعرف انه هينزل من اول ما بدأوا ينزلوا باكجات الدوريات. قلت احنا كده بنمشي على نفس خطى السنة اللي فاتت، فبدأت احوش ومعايا 1080 كوينز، واحتمال كبير يوم الخميس يبقى معايا 1200 1250. وده غير كمان ان انا هشحن العرض ده، عشان عرض من الثلاث عروض دول، احنا عرض من الثلاث عروض دول. وكمان النهارده كنت نزلت منتدى وبقول لكم فيه تختاروا انهي باكج نجربه، وان شاء الله نشوف بكره او بعد بكره او على يوم الخميس كده هنزل فيديو تجربه الباكج اللي انتوا اخترتوهولي. وكمان لو وصلت 1000 خلال نهايه السنه دي، انا هعمل عرض، هشحن لواحد فيكم، يعني هيكون عرض انتهى، فهشحن لواحد فيكم عرض، او هنشحن للثلاثه، او نخليهم 5 يا عم، نخليهم 5 جيف اواي اسطوري، 5 كل واحد فيهم هيكسب 550 كوينز. العرض اللي قدامكم ده اسطوره، كل واحد يعني 5 مننا من اللي هيتابعوني طبعا ومشتركين هيكسب عرض 550 كوينز كل واحد فيهم. فبس كده انا عايزك تجهز، وكمان عايزك تحوش وتجيب الباكج يا اسطوري. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو حلقتنا النهارده. عايزك تروح تعمل لايكات على كل الفيديوهات اللي فاتت، ولايك على الفيديو ده، وكمان يعني واخد بالك عايزك تكتب لي بقى رايك في المنتدى بقى، وتقول لي مين الباكج اللي عجبك وانا هجربه معاك وكده، والباكج اللي انت مش عارفه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه فيديو حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. انجوي.